خناقة كانت هتوصل للضرب بالإيد ما بين مين؟ ما بين اتنين في معسكر النادي الأهلي. أيوة زي ما سمعت كده، خناقة بين اتنين معروف إن هما أكتر من الإخوات، بيحبوا بعض جدا وطول الوقت مع بعض، كهربا وإمام عاشور. خناقة ما بين الاتنين وللأسف كانت هتتطور لولا تدخل الشناوي ومحمد رمضان. كانت هيبقى خلاص الموضوع فضيحة مش بس خناقة. ايه هي العقوبات اللي وقعت عليهم، وايه هي تفاصيل الخناقة، وايه قصة ان واحد من الاتنين عمل حركة غير اخلاقية بايديه لواحد تاني. هنعرف كل التفاصيل دي دلوقتي بعد ما نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يمكن الموضوع شوية غريب لان كهربا وامام عاشور دايما الاتنين اكتر من السمنة على عسل، ودايما بتلاقيهم قاعدين مع بعض وبهزار وضحك على طول. لكن المرة دي وهما الاتنين قاعدين في لوبي الفندق عادي جدا، وحواليهم أعضاء البعثة والجهاز بعد التمرين على طول. طبعا كهربا معروف عنه بيحب الهزار ولسانه فالت منه زي ما بيقولوا، ومش أول مرة يهزر الهزار ده مع إمام عاشور. لكن إمام كان متنشن قوي وقتها، واخد الموضوع زي ما بيقولوا كده على صدره، انه كان شايف ان في اخبار بتقول انه ممكن ما يشاركش في السوبر المصري طبعا، ولا يشارك حتى في مباراة سيراميكا كليوباترا، وان مارسيل كولر ممكن يركنه على حساب طبعا عمر الساعي. فعمال يفكر مرة واتنين وتلاتة، وباله كان مشغول خالص. وكمان الإعلام والميديا والجرايد والمواقع اللي مستلماه وبتقولك إن مستواه نزل بعد ما قدم ماتش كارثي في السوبر الإفريقي أمام الزمالك. المهم إن كهربا هزر هزار مش ولا بد مع إمام، وإمام ردله الهزار ده بتكشيرة جامدة جدا، وزي ما بيقولوا كشم في وشه كده، وردله الشتيمة اللي هو شتمها له، على الرغم ان كهربا كان بيهزر. كهربا راح عامل له حركة مش ولا بد، والموضوع اتطور وكانوا هيمسكوا في بعض فعلا، لولا ان محمد الشناوي تدخل في النص ما بينهم وهدى الاتنين وزعق فيهم وقال لهم مش ينفع اللي بيحصل ده. كانت الامور هتتطور جدا، وفعلا بيقولك ان الشناوي لو ما كانش موجود في الموقف ده كانت هتبقى فيه فضيحة في معسكر النادي الأهلي. هو كلم كهربا وقال له روح اعتذر علشان انت اللي غلطان في حقه، وفي كهربا في النهاية رفض وقال له اللي يزعل يزعل. طبعا الموضوع ده وصل لمحمد رمضان وهو كان واقف بعيد وبيراقب الموقف. محمد رمضان قرر توقيع غرامة فورية على الاتنين، وقال لهم ان انتوا حسابكم معايا بعد ماتش السوبر المصري، والاتنين ممكن يكونوا معرضين للإيقاف وهيتم التحقيق معهم، لان اللي حصل ده مش شوية، واللي عملوه ما ينفعش يصدر من اتنين المفروض انهم نجوم دوليين وكبار في توقيت حساس زي ده. يا ترى في ايه وايه هي المشكلة؟ يعني مقصودة ولا الكلام ايه اللي سربه من المعسكر؟ يا ريت حضراتكم تقولوا.